يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون الكنافة الكذابة، أو بيحكوا لها كمان كنافة خبز التوست. إن شاء الله اليوم رح أعملها معكم بطريقة سهلة، والنتيجة والطعم جدا شهي. تابعوها معي بالتفصيل وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة. أول إشي هون رح نعمله، رح نحضر للقطر، رح نحتاج كاستين من السكر. القطر الخاص للكنافة رح يكون معنا شوي ثقيل، عشان هيك رح أنزل هون كاسة من المي. بحط الطنجرة على الغاز وراح أترك هون السكر عندي يذوب تماما. أول ما يذوب عندي السكر هون ويغلى تقريبا مدة دقيقة، بنزل معلقة صغيرة من عصير الليمون، بوطي الغاز بتركه تقريبا مدة 5 دقائق. بعديها بطفي الغاز وعلى طول بشيله عن الغاز وبخليه على جنب حتى يبرد. القطر احنا هون بدنا اياه يكون معنا بارد، فعشان هيك لازم تشتغلوه أول خطوة. قطر عندي هيك جاهز. هلا هون رح نحضر للخبز. بالنسبة للخبز زي ما حكيت لكم رح نستخدم هون خبز التوست. رح استخدم 20 قطعة من خبز التوست، وراح اطحنهم باستخدام الفرامة. طبعا استخدموا العيار نفسه اللي انا رح استخدم لكم اياه حتى تاخذوا النتيجة الكثير طيبة. قطعت الخبز وراح اطحنه هون. لازم تطحنوه حتى يصير معكم ناعم. طبعا هون أنا عملته على أكثر من دور، طحنت كمية حطيتها بصحن ورجعت طحنت الكمية الثانية. رح أعمل هون خطوة إضافية، والأفضل إنكم تعملوها حتى تاخذوا النتيجة والشكل كثير حلو للكنافة. رح أنخله حتى أطلع هون القطع اللي ما انطحنت معي منيح. طبعا القطعة اللي ما انطحنت معي رجعت حطيتها في محضرة الطعام، طبعا جمعتها وطحنتهم كثير منيح ونخلتهم حتى أخذ القوام الناعم للخبز. رح أورجيكم القوام النهائي. طبعا هون القطعة اللي ظلت معي حتى أطحنها، هيك عندي القوام النهائي والقوام المطلوب للكنافة. هلا الخطوة اللي بعديها هون رح نحتاج 100 جرام من الزبدة. طبعا هون أنا ذوبتهم في الميكروويف، رح أخلطهم مع الخبز. وحتى تاخذوا النكهة الطيبة حطيت هون نص معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة، بتعطي نكهة كثير طيبة. رجعت فركتهم كثير منيح مع بعض حتى شرب عندي هون الخبز كل كمية الزبدة. هيك عندي الخبز صار جاهز. هلا هون رح انزله بالصينية، لكن قبل ما انزله رح ادهن الصينية بكمية منيحة من الزبدة حتى اخذ اللون التحميرة الحلو. برجع هون بحط الخبز. طبعا كمية الخبز اللي احنا بدنا نحطها تقريبا اكثر من نص كمية الخبز المطحون. تقريبا هون انا حطيت اقل من 3/4 الكمية. وزعتها كثير منيح بالصينية، بعديها رصيتها كثير منيح. ولازم تعملوا طرف للصينية حتى لما نيجي ننزل القشطة انها ما تلزق بالصينية. طبعا بترتبوها كثير منيح. الصينية عندي هيك جاهزة، بخليها على جنب. وهلا هون رح احضر للقشطة. رح نحتاج هون كاستين من الحليب السائل البارد، بالإضافة إلى 4 ملاعق كبار مليانات من النشا. عندي هون معلقة النشا لازم تكون مليانة. رح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من السميد. استخدمت هون السميد الخشن، ممكن كمان تستخدموا السميد الوسط. نزلت من المطيبات نص معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة. بحركهم على البارد حتى أتأكد عندي هون إنه النشا ذاب تماما. بعدها بحط الطنجرة على الغاز، بنستمر في التحريك حتى يغلى عنا الخليط. أول ما أشوف عند الخليط هون بلش يثقل ويغلى، بوطي الغاز بتركه يغلى تقريبا مدة دقيقة. وبعديها هون رح أنزل القشطة. بالنسبة للقشطة هون رح نحتاج علبتين من القشطة، ممكن تستخدموا علبة واحدة، بس لما تستخدموا علبتين بتحسوا بالطعم الغني للقشطة. حركتهم كثير منيح حتى ذابت عندي القشطة، تركتها تغلى تقريبا مدة دقيقة. بعديها طفيت الغاز وعلى طول نزلت الخليط بالصينية. بوزع هون الخليط على كل الصينية. حاولوا هون شوي تبعدوا عن الأطراف. وبعدين هون رح أنزل الخبز اللي ظل معي، رح أوزعه كمان هون كثير منيح. حاولوا تغطوا كل طبقة القشطة. بعد ما نوزع الخبز رح أرتب الوجه، وبعديها رح أرص شوي حتى تكون معاي الطبقة متماسكة. حاولوا تركزوا شوي على الأطراف إنه ما يكون عندكم الخبز لفوق. بترتبوا الأطراف، بترتبوا الصينية، وهيك عندي الصينية جاهزة. بدخلها فرن حامي على درجة حرارة 200 الرف الوسط. أغلب الخبز عندي كان من تحت. شغلت الشواية هون تقريبا مدة دقيقة. لازم نشوف عنا الأطراف أخذت اللون الذهبي شوي غامق حتى نتأكد عنها إنها استوت تماما وتحمرت. الصحن اللي رح أقلب فيه الصينية دهنته بكمية بسيطة من الزبدة، وبعديها هون قلبتها وهي سخنة.
شوفوا ما شاء الله اللون ما أحلاه. طبعا على طول هون بشربها القطر البارد. بالنسبة للقطر هون أنا ما استخدمت كل الكمية، تقريبا استخدمت 3/4 الكمية. بالنسبة للتزيين هون زينتها بالفستق الحلبي المطحون، تركتها تبرد تقريبا مدة ربع ساعة وبعديها قدمتها. طيابتها إنه نقدمها وهي سخنة. بالنسبة للقطر إذا حبيتوا تحطوا قطر زيادة ممكن تحطوه بالصحن، بس ما تشربوها أكثر من 3/4 الكمية حتى تكون حلاوتها معتدلة. ما شاء الله طعمها صراحة ما توقعت إنها تطلع بالطيابة هاي، بالأخص إنه إحنا استخدمنا خبز التوست فيها. طبعا الناس متعودين على الكنافة الخشنة أو الناعمة، بس جربوها باستخدام خبز التوست إن شاء الله رح تحبوها. وهي وصفتنا لليوم. إذا حبيتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف